السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. اليوم نسوي أنا وياكم طرشي سريع يكمل خلال 24 ساعة، يعني تسوينه اليوم بالليل. ثاني يوم تقدرون إن شاء الله تخلون من عنده بالغداء. بالبداية هاي قدامكم مثل ما تشوفون خليت بجدرية على النار خل تركتها يغلي على كيفه. هسه راح أضيف عليه ملعقة من الطعام ملح متروسة، وهسه أخلطه شوية وأضيف هذه كمية الثوم. طبعا هذا الثوم المستورد اللي تكون شوية كبيرة، وهي قطعتها طبعا نصفين، هذا ينأكل يعني. هم اللي ما تعرف تسوي الثوم المخلل هو هاي طريقته. طبعا هذا كان عندي بالمجمدة وطلعته فلسته، وهذا مثل ما تشوفون حطيته قدامكم. هسه نخلي كمية الخيار هاي اللي قدامكم تقريبا 6 كيلوات. قطعتها بهذا الشكل اللي تحبونه انتم، اما على شكل اصبع او على شكل دائري اللي يعجبكم. هسه اخليه بالخل. هسه بعد ما ضفته انتبهوا اللون مالته هسه هنا شلون اخضر، يعني انا مود اقول لكم شلون يكمل. اكو قسم ما تعرف تقولي ما اعرف انا شلون كمل، لانه من قد ما تخليها على الطباخ يصير بحيث كلش لين مو طيب. فهسه اقلبه تقليبه بسيطه واتركه، وارجع النوب بعد مده تقريبا نص دقيقه، وارجع هم اقلبه. هسه اتركه، وهنا همتين ارجع اقلبه مره ثانيه. فالشكل بلش يتغير. طبعا هذا الثوم ما تبقى بيه اي ريحة كريهة، يعني تقدر تاكلونه حالة حال الخيار، ما تبقى بيه اي ريحة. وهسه هم اتركه، وبعدين ارجع اقلبه هم النار تقليبة بسيطة. هنا أنا بعد بلش لونه يتغير، واستمر بين فترة واخرى اقلب بيه لحد ما اقول لكم يعني لوين بعد كافي. وهسه ان شاء الله هاي التقليبة الاخيرة بعد. هسه شوفوا شكله شلون تغير. هسه لهنا بعد هاي كافي. هسه نطفي عليه ونخليه بحافظات. وهنا أنا بعد ما كمل خليته بالحافظات هو وحار. صفطته، وهسه راح اخلي عليه فلفل حار كمية بسيطة. اذا عندكم الاصابع خلوا اصابع، واذا ما عندكم خلوا من هذا الفلفل المطحون. بعدين نضيف ثوم مطحون، مجرد يعني كسرته تكسير، مو كلش يعني خليته ناعم. هذا الثوم العراقي. بعدين راح اخلي هسه اخر شي الكرفس. هسه بعد ما كملت ارجع الخل مالته اللي كنت مفورته بيه، واحاول يعني اترس السطر عم تتنقع كل كمية الطرشي. هسه نفس الشي. هسه بعد ورا ما كملت هاي الخطوة اقربهم واتركهم الثاني يوم نقدر نستعملهم. الف عافية علينا وعليكم.
مع السلامة.